جبهة البوليساريو تجيش نساء المخيمات وتدعوهن إلى جهاد النكاح لمواجهة الجيش المغربي، على اعتبار أنه وسيلة للتكاثر ووسيلة لضمان بقاء واستمرار جمهورية الصحراء الوهمية، وتطلب منهن الزواج بمقاتل التنظيم بدون أي شروط وبدون مهر، والإكثار من الإنجاب، وذلك في سبيل الوطن. وكشفت مصادر من تندوف أن مخيمات تندوف تعرف ظاهرة بيع كرامة النساء وتداس حقوقهن باسم الطاعة والولاء لجبهة البوليساريو، حيث أصبحوا يجيشون النساء للدفع بهن إلى مصير مجهول ومحتوم بالمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، بل وطلب منهن محاولة الإكثار من الإنجاب لكي تضمن جبهة البوليساريو جنودا لها في المستقبل، وتحت ما تسميه بحرب التحرير أو